النهارده صينيه بطاطس. معانا طاسه فيها زيت. تمام. وهنا بصلتين. انا كترت البصل شويه يعني، ما خليتهوش قليل، لان البصل بيدي طعم حلو لما تشوحيه وكده يبقى كتير في الاكل بيدي طعم حلو يعني. فحطيت بصلتين وحطيت الزيت وبدات اشوح البصل كويس لحد ما اخد اللون ده يدوب كده مصفر. بعدين نزلت عليه باتنين فلفل رومي اخضر، وعليهم فصين توم متقطعين صغير، وبدات اشوح فيهم كده لحد ما دبلوا شويه في البصل. ونزلت عليهم بالتوابل فلفل اسود وملح وسبع بهارات. تمام. بعد ما تشوحوا شويه بدات انزل بقطع الفراخ عليهم. تمام. علشان ياخدوا طعم من البصل الاول قبل ما اضيف اي اضافات تانية. ياخدوا تشويحة الاول كده مع البصل والثوم والفلفل والبهارات. تمام. قبل ما اضيف عليهم اي حاجة. وحطيت الفراخ بعد ما اخدت الصدمة اللي انتوا شايفينها دي مع الحاجات دي واخدت من طعم البصل والتوابل. نزلت عليها بكوبايتين طماطم. تمام. كوبايتين طماطم بعد ما اخدت التشويحة يعني. وخلاص سبتها شوية على النار، فضلت تغلي شوية كده يعني، اخد لها غلوة حلوة. كنت محضرة بطاطس في طاجن، وقمت حاطة عليها الفراخ بعد ما طلعتها من الصوص اللي كان فيها، وحطيت باقي الصوص والبصل على وش الفراخ كده، ودخلتها الفرن. دخلت الفرن وهنا كانت خلاص طلعتها من الفرن، بس بجد جميلة، جربوها. طعمها خطير والله، طعمها خطير. يعني انا كنت متعودة ان انا اعملها بالطريقة العادية، الطريقة التقليدية اللي هي كله ني في ني، بس لما جربت الطريقة دي عجبتني قوي. وهنا كان شكل الطبق بتاعنا اللذيذ الجميل. وحطيت بصل عشان بنوتي تاكل. الف هنا وشفا على قلبها يا رب. اتمنى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، ويا رب تنول اعجابكم.